100,000. اقسم بالله العظيم هنكسب 6-0 بامر الله. ليه؟ احمد انا يمكن الناس بعت تجاوب امتى؟ نعم؟ بعت تجاوب امتى؟ من يومين. الناس ما تعرفش اللي حصل في الماتش. حد من السفاره اتصل باحمد مرتضى وهاني زاده سفارتنا هناك، قال له خلي بالكم جماعات من الاخوان المسلمين هتحضر وهتعمل مشاكل. انا بقول لك اهو مكشوف، السفير موجود. الولاد لعبوا تحت الضغط ده. ما حد يقول لك يا هو كل حاجه الاخوان المسلمين، لا حصل اكتر من كده. المصريون اللي في جنوب افريقيا والعرب اللي حضروا بصراحه، وكان فيهم اهلاويه، انا شفت تقريبا ولاد اهلاويه جايبين علم مصر كبير. قال لك هننزل نقطعه. الامن طلب تاني، الامن طلب منا نشيل العلم عشان ما تحصلش مشاكل. ادي السياسه في الرياضه. ادي دول المصريين بقى اللي برضه ورانا في كل مكان، اللي في كل مكان، واخد بالك، واتشال علم مصر. كنت مديهم علم كبير، واخد بالك، عشان يتعلق، شالوا علم، رفضوا يرفعوه. يا بيه قال لك هنعمل مشكله، هنقطعه دلوقتي. هي دي السياسه اللي دخلت في الرياضه. وعشان كده بقول لك اللعيبه اللي بتلعب تحت ضغط، استاد مليان وعيال مجرمين وجايين من جنوب افريقيا، جايين من الكونغو على مصر، ومن مصر على جنوب افريقيا، لازم اديهم عذر. وبعدين فيهم 5 عندهم انذارات، فكل لاعب بيلمس الكوره خايف دماغه في الانذار.